مش فاهم اي حاجه يا ماجد، ما تفهمني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول نفس الكلام بيتقال عنك. كلام ايه؟ انت ازاي بتعمل العمليات الخياليه دي؟ يا ماجد انت لازم تعرف ان انا الدكتور مدحت، اعظم ما انجبته البشريه في عالم الطب. سجلي موجود وبيحكي للعالم كله ان انا عالجت اكتر من 100 حاله فيؤوس منهم. طيب ايه سر نجاحك؟ سر نجاحي ذكائي، عبقريتي، واكيد طبعا علم. دكتور مدحت جورج باشا اخو حضرتك راجل بره، ادخله؟ لا سيب. ليه؟ ادخله ادخل يا باشا. مدحت الحقني الحقوني يا جماعه. ايه ده؟ انا مش عارف اتصرف ازاي. ايه ده جورج؟ بس فهمني ايه؟ محب ابني الوحيد، محب بيضيع قدام عينيا يا جماعه. يا جورج اهدى وفهمني. استنى، طب ريح اجيب لك حاجه ايه؟ مش وقت يا مدحت. بقول لك ابني الوحيد انا طلعت بيه من الدنيا. انا مش ممكن. لا بص، انا مستعد اضحي بثروتي كلها، هضحي بثروتي كلها بس هو يعيش جورج اهدى وفهمني في ايه؟ اصل هو بعد ما خرج من المدرسه كان بيعدي الشارع خبطته عربيه. يا جورج مش عيب عليك يكون اخوك الدكتور العظيم مدحت وتقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا راجل طمنتني يا مدحت. انا ثقتي فيك كبيره. ماشي يا جورج اهدى، هدي اعصابك، انا جنبك ومش هسيبك. انا بس هروح اشوف محب وموعدك هي 10 دقايق وهتلاقي محب بيتنطط قدامك. ماشي؟ ماشي. عملت ايه مدحت؟ قول لي، طمني. اصل انا ايه؟ مالك ما تتكلم؟ جورج انا عملت العمليه بس محب دخل في غيبه. هو مش فاهم يعني. لا محب ما دخلش في غيبوبه. جورج محب مات. ده العمر قدامه طويل يا جماعه. هتقتل ابني الوحيد ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ حرام عليك كل اللي تعمله في ايدي، حرام عليك. مستحيل. ايوه مستحيل. ابحاث وتجاربي كلها بتقول غير كده. مدحت انت قتلت ابني، وزي ما قتلت ابني انا لازم اقتلك. ليه يا جورج؟ اهدى، مش كده. انا فعلا مستغرب. مستحيل تحصل حاجه معاك زي كده يا مدحت. لا في حاجه غلط. في حاجه غلط. مستحيل محب يموت، مستحيل محب يموت. مدحت محب مات، دي حقيقه ما تغلطش نفسك فيها. مش هتقدر تعمل حاجه. الحقني يا دكتور مدحت، الحقني. ثلاثة عيانين في عالم الدهو رجاوي وبين الحياة والموت يا دكتور. لا دي مؤامرة. ايوه دي مؤامرة لتدمير اعظم دكتور في البشرية. يعني ايه؟ يعني الدكتور مدحت دكتور المعجزات خلاص انتهى. الو، ايوه يا باشا، ايه اخبار معاليك؟ ايه اخبار مش حلوه؟ وازاي ده حصل؟ طيب انا غلطت في حاجه؟ يعني ايه؟ يعني في الاخر طلع كام شيء كده؟ طب حضرتك، طب الو
الو الو. خلاص كل حاجه راحت. حياتي المستقبلي ده. كنت فاكر ان معايا السلطه والقوه هقدر ادوس على الناس برجلي، بس ما كنتش متخيل ان يجي عليا اليوم مبقاش فيه انا. سبت الشغل وحياتي ورجعت تاني اضعف من الاول. ليه بيحصل لنا كده ليه؟ شفت بعضكم عن المسيح وصلتم لايه؟ هنعمل ايه؟ ربنا شوف ما تخافش. شوف الناس واحد والدواء يا رحمن ومش هيتغير يا مفتوح رحمة وعدل وشفاء. قول يا ماجد يا معمل انت ما تعرفش. يلا يا ماجد يلا يا ماجد قوم وارمى عضلك يا يسوع. بدل الرعب والسلام، بدل الأسوأ بالحياة. وانت يا ماجد افتكر انك مهما كان فانت ابن المسيح المسيح. ده نقشك على الهدف وحفظك من عليه وكمان رسمك على قلبك. بس بقى انت ما تزهقش من الكلام ده. الكلام ده سمعناه زمان وما استفدناش منه بأي حاجة، لكن انا هفضل زي ما انا وزي ما كنت هدف وارجع احسن من الاول. ارجع دكتور مدحت، دكتور عظيم، دكتور المعجزات. يا مدحت تفتكر اني قلت لك من يفتخر فليفتخر بالرب. يلا يا جماعه قوموا دلوقتي صلوا قولوا يا رب اقبلنا وسامحنا اغفر لنا. صدقوني ربنا فتح صدره لينا ومستنينا. يلا قدموا توبه من قلبكم. صدقوني هيسامحنا. شكرا يا استاذ اشرف على نصايحك الكريمه. براحتك. تفتكروا ان انتوا ولاد هو ابوك يا رب انا جاي لك اكسب لنفسي يا رب من اللي عملت فيه. بس انا واثق فيك، واثق يا رب بحبك يا رب بحنانك، واثق يا رب بقلبك الكبير، واثق انك هتسامحني. واثق منك يا رب انك تنقع على قلبي وتمنعني يا رب بحبك جنبك وحدك يا رب، وتبعد عني